واحد راهب جدير من زمان كبير كده ودجنه بيضه، صايم بقاله 21 يوم طيب ما بياكلش. طيب يعني ايه؟ يطوي الايام يعني ما ياكلش ولا حاجه، مش زينا احنا ناكل الدنجان ونقول صايمين، لا هو يعني ايه ولا ياكل اي حاجه خالص. فضل 21 يوم وبيبص من الطاقه من الكوه كده اللي في الجلايه، لقى راهب شباب جديد لسه من الجداد وصايم بقاله يعني ماشي يوجع وهو ماشي. فنادى عليه قال له يا ابونا، قال له يا غابي يا ابونا، قال له مالك يا ابونا وشك اصفر ليه؟ قال له يا قدس ابونا انا يا ابونا، يا ابونا بقالي يومين صايم طيب. قال له كم؟ قال له يومين. قال له مالك يومين؟ قال له صايم طيب. قال له طيب مالك؟ طب نفسك في نفسي اشرب ابونا، عطشان يا ابونا عايز اشرب. قال له بس كده؟ جاب القول قال له اشرب، شرب. قال له يعني خلاص شربت ميه ينفع ناكل؟ قال له ارجع جلايتك روح كل، روح كل يعني انت صايم يومين وعاملها شغلانه روح. وقف ابونا الراهب ده قدام ربنا وقال له يا رب اكشف لي، انت اللي هتحاسب الناس يا رب. انا بقالي 21 يوم طيب وابونا اللي معاه الراهب صايم يومين، هنتحاسب زي بعضينا يا رب. حساب الناس ازاي يا رب؟ الوصيه بتاعتك على كل الناس، وفي اللي ينفذ وفي اللي ينفذ كده وكده يعني. فيا رب اكشف لي يا رب، يلا يا رب قول لي يا رب هتحاسب الناس ازاي؟ ايه يا رب؟ ده انا عشره معاك يا رب بقالي سنين راهب لابس الجلابيه السوداء من زمان، ما ترد عليا يا رب وقول لي هتحاسب الناس ازاي؟ ربنا عمل ايه بقى يا اولاد؟ عمل ايه؟ ما عملش حاجه فضل قاعد الراهب يكلم ربنا ما حدش ما من مجيب لحد ما نام. بالليل نام جاله ملاك قال له يا ابونا. قال له ايه؟ قال له انا ملاك ربنا بعتني. قال له ايه؟ قول يا ملاك قال له مالك انت ومال حساب الناس؟ انت تفكر هتفهم انت حساب الناس هيكون ازاي؟ وربنا يحاسب الناس ازاي؟ ايه يا ابونا؟ يا ابونا ده انت عندك نعمه كبيره قوي، لو كانت اعطيت بنفس المقدار للراهب الجديد كان نجا للجبل، كان قوم ميتين. انت كل اللي عملته بالنعمه اللي عندك انك صمت 21 يوم اشتغلت على نفسك بس. لكن ده يا ابونا لو كان عنده نفس النعمه بنفس المقدار كان قال للجبل انتقل فينتقل. لما صح يا ابونا فهم الرساله ان كل واحد فينا يا حبايب بينمو كل يوم بمقدار معين بحسب النعمه المعطاه له. كل عطيه صالحه وكل موهبه تامه هي من الله. ما تبصش على اخوك اللي بيعرف يرنم وحافظ بيرنم وتقول ايوه هي السما للمرنمين اللي زي الاستاذ. مين اللي قال؟ مين اللي قال ان السما للمرنمين بس اللي زي الاستاذ؟ لا اصلك ده انا ماشي مع فلان دايما جيبه ايه مفتوح ياخد ويدي للغلبان، السما للعطايين. مين اللي قال للعطايين بس؟ الماده كبيره، الوصايا عاليه، كلنا نحيا في مخافه الله بالنعمه المعطاه لنا من الله. هو حد يفكر فينا يعرف يخلص نفسه وهو يعرف هيوصل لمستوى عالي؟ نحن لا نخلص انفسنا لانه خلصنا مخلصنا الصالح يسوع المسيح على عود الصليب. نحن فقط نتمتع بهذا الخلاص. والشاطر فينا مش اللي جاي نافوره ياكل مربى بالبلح، عاملين مربى بلح، مش اللي جاي نافوره ياكل ولا لا وكمان ليها ناس وناس، ده في ترابيزات بنزلها وفي ترابيزات ما بنزلهاش صدقني. يعني ايه ليها ناس وناس كده يعني الناس اللي لا ده مش كده ده احنا المفروض ان احنا نراقب انفسنا. اراقب نفسي اشوف بنمو يوما فيوما ولا نمو واقف وعيان وعايز يحطوني على ترول يروحوا بيا القصر العيني. ما انا لازم اراقب نفسي. طيب هل في نمو ولا مفيش؟ اخبار قبول كلمه ربنا جوايا تشتغل ولا لا؟ لما النهارده في القداس مش كلكم حضرتوا القداس؟ ان شاء الله. جه الشماس قال لك قفوا بمخافه امام الله والكل وقف. تمام التمام. طب الانجيل اللي اتقرا النهارده كان بيتكلم على ايه؟ كل الناس وقفت. في كلمه اتكررت 7 مرات النهارده في الانجيل. كلمه واحده اتقالت بدل المره 7.
انا خايف استنى شويه تنزلوا لي بسلسله من البدع والهرطقات. انت مش كنتوا حاضرين؟ سبحانك يا رب. النهارده اكتر كلمه اتكررت عده مرات افرحوا. افرحوا، ايوه شاطر. احنا شعارنا احنا النهارده برضه فرحان فرحان. النهارده شعار اليوم بتاعكم فرحان. اقول لكم على ايه ممكن تستغربوها، موجوده في رساله بطرس الاولى. غريبه قوي الايه دي، موجوده في البولس. افرحوا لكي ايه؟ يا ريت ما اقولك تستغربيها، تقول ايه الايه دي مكتوبه كده ازاي؟ افرحوا لكي تفرحوا. قالها قبل كده بولس الرسول في ايه؟ افرحوا في الرب كل حين وقول ايضا صلوا. لا ما قالش صلوا، قال ايه؟ وقول ايضا ايه؟ تاكيدا للحاله. يقول لك افرح. مكشر ليه من النكد؟ مالي وشك ليه علينا يا عم؟ في واحد يدخل عليك كده الخميره تقطع وشه، يقطع الخميره من البيت. حاجه كده يعني ايه؟ عارف التصنيفات للسيدات، عارفين الرجاله اللي ايه؟ اول ما يخبط تيجي تفتحي له الباب، اول ما تفتحي له الباب تقولي له ايه؟ اسم الصليب انت جيت؟ امال يعني بعت عفريته؟ ايوه جيت. بس هو يعني ال 111 والتكشيره اللي تقطع الخميره من البيت دي تخض. النهارده رساله بتقول ايه؟ لو سمحت يا استاذ، يا استاذه افرحي حتى لو منكد عليكي شويه والامور هتتراضى تاني. افرح، ده الفرح في الرب. الفرح في الرب. عارف هي تعمل ايه؟ تعمل لك سعاده، تدي لك سعاده، تدي لك انبساط. لكن الرب يدي لك ايه؟ فرح. وفرحكم يكون ايه؟ دائما. اراكم فتفرح قلوبكم ولا يقدر احد ان ينزع فرحكم. يبقى المفروض النهارده ايه؟ نبقى ايه؟ الرساله النهارده تخلينا نعمل ايه؟ الفرحان الحقيقي هو اللي يراقب نفسه، هل بيقبل كلمه ربنا ولا بيسمعها بس؟ بتعدي على ودنه كده وماشي. فهو مثلا متخاصم وقايم عركه بينه وبين اخوه، ضحك عليه في الورث واخده منه، فرفع عليه قضيه، فدخل القداس. ابونا فضل يلف ويدور ويقول ايه؟ يا ناس انت يا ابني، لا ايه يا ابونا؟ افرح. ماشي يا ابونا، انا ابويا منكد عليا واخد ورث مني، هنفرح ازاي بس يا ابونا؟ انت يا بنتي افرحي. ده لسه مديني كفين وقال لي هقطعك من الرحله ومش هجيبك تاني ومزعج لي وخدني على جنب كده وبكاني يا ابونا. انا نفرح ازاي بس يا ابونا؟ تعالى بس كده خش الكنيسه، صدقني تلاقي الفرح الدائم. في الكنيسه نلاقي الفرح، نلاقي الشبع، نلاقي السلام. بس احنا نقبل كلمه ربنا. في نقطه كمان، مذاقه سر الافخارستيه. حد من حضراتكم تناول النهارده؟ مين اتناول؟ اللي ما رفعش ايده ده مشلول ولا حاجه؟ عيان. الكل اتناول، صح كده؟ يا ترى ايه مذاق السر الافخارستيه لكل واحد فينا من اللي اتناول؟ كما لقوم عاده مشينا في الطابور ورحنا اتناولنا ورجعنا، والكلكيعه السوداء والبغضه والنكد اللي جوه قاعد زي ما هو، يبقى اتناولنا ازاي؟ عارفين في الحاله دي لما اكون انا متنكد وقال ايه؟ رحت اتناول، عارف الحال كده يقول ايه؟ يقول انك انت قلعت يا ريس التيشيرت بتاعك وقعدت على ترعه مطينه بطين وعمال تغسل وتقول ايه؟ هي ما بتنضفش ليه؟ ده انا بغسل من بدري، عمال مطينه. ما الميه مطينه بطين يا ريس، انت ماشي في خطوات غلط، انت ماشي في الطابور مع الماشيين. تعالى كده بس حد يدوستك على صباع رجلك عشان بتبقى قالع الشوز بره، حد يقول ايه؟ مش تفتح التحميل انت ايه يا عم؟ اسمع يا عم، مش متناول. صدق ما بتناول بسببك. انت جاهزين للعركه؟ جاهزين للغلطه؟ ده مذاق السر الافخارستيه يحطني في حاله اتحاد بالمسيح. لا احيا لا انا بل المسيح يحيا فيا. هو ده اللي يحصل فيا حقيقي، ان ابقى مسيحي. ما الخطوات دي تعملني مسيحي. لكن ياما داجج مارجرجس هنا والعذراء هنا هو وماشي بادي بيلدينج يستعرض بالصور وما يعرفش ربنا. ما فيش علاقة حقيقية بينه وبين الله، ما يعرفوش صدقوني، بس بيقوم بالروتين بتاع المتدينين. رايحة فين يا ست الكل؟ رايحة الكنيسة يا ابونا. رايحة جاية منين؟ جاية من الكنيسة يا ابونا. طب اختك هتروحي لها في الفرش بتاعها والعفش واللي انا مقطعاها يا ابونا ومخصماها تولع الجاز. طب رايحة الكنيسة ليه؟ انا بتكلم على الاسره الضيقه، ال 60 70 واحد، اعمامك وخلانك وولاد عمك وبنات خالتك والقرايب، ال 60 70 واحد دول